وصل إلى مطار القاهرة الرئيس جمال عبد الناصر ليستقبل الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا عند وصوله إلى القاهرة في زيارة للجمهورية العربية المتحدة. تمكن في استقباله السيد حسين الشافعي نائب الرئيس والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة وسفير إثيوبيا في القاهرة والسيد كمال هنري بدير رئيس بعثة الشرف. وعزفت الموسيقى السلام الوطنية للبلدين وأدى التحية حرس الشرف. ومر العاهلان على المستقبلين من السادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط القوات المسلحة ورؤساء الكنائس ورجال الدين. وصاحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير إلى القصر الجمهوري. وفي صباح اليوم التالي شهد الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة التي سيدفن فيها رفاة القديس مرقس. وقد استقبل قداسة البابا كيرلس الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي عند وصولهما إلى الحفل الذي شهده السيد حسين الشافعي نائب الرئيس والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة والوزراء ووفود الكنائس العالمية ورجال السلك السياسي وآلاف المدعوين. وبدأ الاحتفال الديني الكبير بكلمة قداسة البابا كيرلس ألقاها الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج وسكرتير المجمع المقدس. فرحب بالرئيس جمال عبد الناصر الذي أرسى حجر أساس الكاتدرائية المرقسية الجديدة في 24 يوليو عام 1965، وأعلن تبرع الدولة بمبلغ 150,000 جنيه مساهمة في بنائها. كما رحب بالإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا الذي حضر خصيصا للاشتراك في حفلات افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة. ثم تحدث بعد ذلك بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ورؤساء وفود الكنائس العالمية التي وصلت خصيصا للاشتراك في الاحتفالات الدينية الكبيرة بمناسبة نقل رفاة القديس مرقس. وتوجه الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي يصحبهما قداسة البابا كيرلس ورؤساء وممثلو الكنائس العالمية إلى حيث أزيح ستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة المرقسية. وودع البابا كيرلس ورؤساء الوفود الدينية الرئيس والإمبراطور عند انتهاء افتتاح الكنيسة المرقسية. وصل إلى المقر البابوي الإمبراطور هيلا سلاسي لزيارة قداسة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، وقد استقبله قداسة البابا وكبار رجال الدين. وقد أقيم قداس داخل الكنيسة بمناسبة زيارة الإمبراطور لقداسة البابا في مقره البابوي.
الرئيس جمال عبد الناصر الامبراطور هيلا سلاسي في داية. وقد جرت في هذه المقابلة مباحثات تناولت أزمة الشرق الأوسط، وكذلك دعم منظمة الوحدة الإفريقية وتسوية المشاكل والخلافات بين الدول الإفريقية. وفي اليوم التالي بدأت احتفالات وضع رفات القديس مار مرقس في المقبرة الجديدة التي أعدت في مبنى الكاتدرائية المرقسية. وقد شهد الاحتفال الامبراطور هيلا سلاسي وقداسة البابا كيرلس ووفود الكنائس العالمية ورجال الدين المسيحي. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الدينية حيث أقيمت صلاة القداس أمام المذبح. توجه الامبراطور الى المقبرة التي اعدت لوضع رفات القديس. وحمل قداسة البابا صندوق يتقدمه رجال الدين والشمامسة متوجهين الى المزار وسط الترانيم الدينية ودقات الاجراس. ووضع الصندوق الذي يضم رفات الشهيد في المكان المعد له.